في 2022 لقوا جثة طفل مرمية في الترعة، واللي قدامك دي تبقى أم الطفل، وده يبقى أبو البنت، واللي كان فاكر إن هو أبو الطفل نفسه. عشان ما تتوهش مني، البنت دي وأبوها كانوا بيعملوا علاقة قذرة مع بعض. وعشان نعرف القصة كاملة هنرجع لسنة 2019 في محافظة الفيوم. اللي قدامك دي تبقى فرحة، وده أبوها زغلول. حياتهم كانت عادية خالص لحد اما فرحة اتقدم لها واحد شغال بره مصر. الأب وافق عليه واتجوزوا بالفعل، وفرحة راحت عاشت في بيت أهل جوزها. بعد فترة جوزها سافر عشان يشوف شغله، وهي فضلت عايشة في بيت أهل جوزها. بس مع مرور الوقت بدأت تزهق وما قدرتش تتحمل العيشة دي، إن جوزها يفضل سايبها بالسنين وهي كزوجة ولسه بنت صغيرة بتبقى محتاجة احتياجات خاصة. المهم فرحة بدأت تعمل مشاكل مع أهل جوزها لحد ما سابت لهم البيت وراحت عاشت في بيت أبوها زغلول. ومن أول هنا والمصايب ظهرت. زغلول كان راجل عنده 50 سنة وعصبي دايما وما بيطيقش كلمة لحد، ودايما كان بيتخانق مع مراته لانه كان شايف ان هو سنه لسه صغير ومحتاج ان هو يمارس حقه الشرعي مع مراته. لكن مراته كانت بتقول له ان احنا خلاص كبرنا والعيال كبرت وما ينفعش نعمل كده في البيت. فرحة قعدت مع ابوها وحاولت تفهم المشاكل دي سببها ايه. ابوها قال لها انت يا بنتي بقيتي متجوزه دلوقتي وهتفهمي الكلام اللي انا عايز اقوله لك، وحكى لها على كل حاجه. طبعا ما ينفعش اصلا ان اب يحكي لبنته حاجه زي كده سواء بقى متجوزه او مش متجوزه. لكن فرحه بدل ما تلم الموضوع نيلته اكتر لما قالت له انا ممكن اسد مكان ماما واعمل اللي هي مش عايزه تعمله. ابوها استغرب من كلامها، وهنا الشيطان فضل يلعب في دماغ زغلول لحد ما في يوم زغلول دخل اوضه بنته بالليل وهي نايمه وعمل معاها اللي هي قالت له عليه، وكان شايف ان هي متجاوبه معاه ومبسوطه من اللي بيحصل. الموضوع استمر فتره لحد ما في يوم ام فرحه سمعت صوت واحده بتضحك، والصوت كان جاي من اوضه فرحه. افتكرت ان ممكن جوزها يكون جايب واحده الشقه، لكن لما فتحت الباب شافت منظر مقرف. فضلت تصوت وزغلول امن مكانه وكتم بقها وقعدها لحد ما هديت، وهي بدات تقول له اطلع بره لانها كانت فاكره ان هو اللي ضحك على فرحه. لكن اكتشفت العكس لما فرحه قالت لها وايه المشكله في كده؟ يعني انا بعمل اللي انت مش عايزه تعمليه بدل ما يجيب لنا واحده من الشارع تاخد فلوسنا. بعد كده ام فرحه حاولت تقنعهم بكل الطرق ان ده حرام وما ينفعش، وهم ولا هنا، وبقوا بيعملوا كده في البيت علني والكل عارف. طبعا الست خافت على بناتهم التانيين لحسن يسيب فرحه ويتلم على واحده فيهم، عشان كده خدتهم واجرت شقه في القاهره وعاش بعيد عنهم. الوضع فضل مستمر بين الاب وبنته لمده سنتين كاملين، لحد ما في يوم فرحه راحت لابوها وقالت له انا حامل. اتخض وقال لها انت لازم تتخلصي منه، انت جوزك مسافر بقاله سنتين، العيل ده جه منين؟ حاولت بكل طريقه ان هي تخلص منه وفشلت، وما كانش ينفع ان هي تروح لدكتور لان الموضوع هيتفضح. المهم قرروا ان هم يسيبوا الجنين لحد اما يجي وبعدها يشوفوا هيعملوا ايه. لما بطنها بدات تكبر فضلت في البيت وما خرجتش منه لحد ميعاد الولاده، ويوم الولاده ابوها لبسها نقاب وخدها على الصحه وولدت وخد الطفل ورجع بيه على البيت. ابوها قال لها تخلصي منه وانا هاخده ارميه في اي حته. فرحه خدت الطفل وحطته على السرير وكتمت نفسه بالمخده لحد اما روحه طلعت للي خالقها. اديته لابوها وهو خده حطه في شنطه بلاستيك وربطه بحجر كبير ورماه في مصرف زراعي جنب البيت. لكن جثه الطفل ظهرت تاني والناس بلغوا الشرطه لما لقوا ان الطفل ده لسه حديث الولاده بداوا يدوروا في المستشفيات والصحه اللي حواليهم عن الناس اللي لسه مخلفين جديد، وكل الناس راحت وعيالهم معاهم وكل شيء طبيعي لحد ما وصلوا لزغلول وبنته. قالوا لهم الطفل فين؟ ما كانوش عارفين يقولوا لهم ايه. قبضوا عليهم في النهايه والاتنين اعترفوا بكل حاجه. وفرحه قالت قدام النيابه ان ابوها عمل معاها كده بالقوه، ولما خلفت هو اللي امرها ان هي تقتل الطفل. عملوا تحليل على الطفل عشان يتاكدوا من صحه كلامهم، لان الموضوع كان حاجه غريبه ومحدش كان مصدقها ولا مستوعبها. واكتشفوا مصيبه تانية خالص، ان الطفل مش ابن زغلول، واتضح ان فرحه اصلا كانت على علاقه بواحد تاني غير ابوها، يعني كانت بتعمل كده مع ابوها ومع واحد تاني وجوزها مسافر بره مصر. والاهم من ده كله انها كانت بتعمل كده ومش حاسه ان هي بتعمل حاجه غلط ولا حاجه حرام. جابوا ام فرحه علشان ياخدوا اقوالها، واللي قالت ان فرحه كانت مستجابه لكل اللي بيحصل وكانت بتعمل كده بمزاجها مش غصب عنها زي ما هي قالت. وفي النهايه الاتنين كل واحد اتحكم عليه ب25 سنه. ولحد هنا نكون وصلنا لاخر القصه.